أهلا بكم في نشرة جديدة من أخبار الملاعب. معاكم حسين صلاح، وأبرز أخبار الكرة العالمية والعربية والإفريقية النهاردة الثلاثاء 2 يونيو 2026. نبدأ من أخبار كأس العالم 2026. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اكتمال القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في مونديال 2026 قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة الأكبر في التاريخ بمشاركة 48 منتخباً. ويكيبيديا. منتخب مصر يدخل البطولة بطموحات كبيرة تحت قيادة المدرب حسام حسن، حيث أكد أن الهدف هذه المرة ليس مجرد المشاركة، بل تحقيق أول انتصار في تاريخ الفراعنة بكأس العالم. ويعول المنتخب على نجمه محمد صلاح إلى جانب عمر مرموش قبل مواجهة بلجيكا في افتتاح مشواره. رويترز. في أوروبا، أعلن نادي فولهام رحيل المدرب ماركو سيلفا رسمياً، لتبدأ إدارة النادي البحث عن مدير فني جديد قبل انطلاق الموسم المقبل. كما تتواصل تحركات الميركاتو الصيفي، حيث تراقب إدارة ريال مدريد وضع المدافع الهولندي دينزل دومفريس، بينما تتحدث تقارير عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع برناردو سيلفا خلال سوق الانتقالات الصيفية. وين في إفريقيا، واصل نادي ماميلودي سندوينز الاحتفال بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد تتويجه القاري التاريخي، وهو الإنجاز الذي منح دفعة معنوية كبيرة لمنتخب جنوب إفريقيا قبل كأس العالم، خاصة مع وجود عدد كبير من لاعبي النادي ضمن القائمة المونديالية. رويترز. توفي المغرب. يخوض المنتخب المغربي مواجهة ودية أمام منتخب مدغشقر ضمن استعداداته الأخيرة للمونديال، وسط آمال جماهيرية كبيرة بتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس في النسخ الماضية. Goal+1. أخبار مصر. تواصل جماهير المنتخب المصري الاستعداد لدعم الفراعنة في الولايات المتحدة، وسط تفاؤل كبير بقدرة الجيل الحالي على تحقيق إنجاز تاريخي خلال البطولة المقبلة، خاصة مع تواجد مجموعة من النجوم المحترفين في أوروبا. رويترز. مباريات اليوم الودية: كرواتيا تايمز بلجيكا، المغرب تايمز مدغشقر، ويلز تايمز غانا، جورجيا تايمز رومانيا. Goal+1. كانت معاكم نشرة أخبار الملاعب. معاكم حسين صلاح. نشوفكم في نشرة جديدة بأهم أخبار الكرة العالمية والعربية والإفريقية.